حرفيا انا هوضح لكم في الفيديو ده كل حاجه. اول ظهور لكروان مشاكل بعد ما خرج من الحبس مباشر، واول لايف ليه تعالى نتفرج ونشوف هيقول ايه مع بعض. جماعه انا كنت بدفع مخالفات عربيتي في البوسطه، كي ولد خبط فيا، عملت معاه مشكله، راح جاب لامه وكيف في البوسطه، خدوا مني 7000 جنيه. مروان مشاكل بعد ما اتحبس الدنيا اتقلبت عليه، وقالوا سبب حبسه اللايفات اللي هو بيعملها على التيك توك، ولكن هو اتحبس كام يوم وبعدها طلع ووضح حقيقة الامر وقال ان هو كان عليه قضية سلاح ابيض في 2021. راحوا عملوا لي محضر ودفعت لهم 7000 جنيه عشان وحكى قصة وقال ان هو كان عليه قضية تاني، ان هو كان ماشي في الشارع واتخانق مع حد وخبطه بالعربية وبرضه عمل له محضر، وكده المحضرين دول كافلين ان هم يحبسوه. وطلع وضح حقيقة الامر وقال ان لايفات التيك توك ملهاش دعوة، ومفيش محامي رفع عليه قضية بسبب اللايفات اللي هو بيعملها. وناس كتير كانوا فاكرين ان هو اتحبس بسبب قضية ريهام سعيد، بعد ما طلع غلط في ريهام سعيد من كام شهر، وريهام سعيد اتوعدت على الهوا وقالت ان هي هترفع عليه قضية. ناس كتير افتكروا ان ريهام سعيد هي اللي حبسته، طلع ووضح حقيقة الامر وقال ان السبب هم المحضرين دول، وان ريهام سعيد والمحضر اللي هي عملته ما كانش سبب في حبسه. الغريبه ان هو قال في اخر اللايف ان ده اخر لايف واخر ظهور ممكن تشوفوني فيه. ما تنساش تحط لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك كل اخبارنا الجديده. اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد.